أمير مرتضى بيرد على تقليل قناة الأهلي من فوز فريق شباب الزمالك عليهم 3-0. أول شيء هتشترك في القناة، يطلع لك الجرس الصغير، هتضغط عليه أو تشاور عليه أو تحط بصمتك عليه مهما كان عشان يتفاعل معاك، عشان يوصلك جميع الإشارات، لأن ناس كتير بتسألني في الموضوع ده. وأخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك عشان نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك على قيام قناة الأهلي بالتقليل من فوز فريق الشباب مواليد 97 بالزمالك على الأهلي بثلاثية نظيفة، وده أثناء مداخلته مع خالد الغندور وأحمد جمال في برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور الساعة 11 مساء يوميا، حيث حدثت قناة الأهلي أن فريق الزمالك كان به عدد من لاعبي الفريق الأول، بجانب أن الأهلي لا يزال متصدر بطولة دوري الجمهورية. أمير مرتضى تحدث عبر تصريحات تلفزيونية أن فريق الزمالك مواليد 97 عبارة عن فرقة فاضية بلا قوام أساسي ولا تحتوي على لاعبين، حيث تم تصعيد عدة لاعبين للفريق الأول وعرض الكثيرين لأندية أخرى. وتابع أن ذلك سر الاحتفال بالفوز الكبير على الأهلي، حيث أن الزمالك بفريق بسيط نجح في الفوز على فريق شباب الأهلي اللي بيعد أكثر تكاملا وبيلعبون سويا طوال الموسم ولا يعاني نفس ظروف فريق شباب الزمالك. وكمان أضاف أمير مرتضى منصور أنه حرص على توجيه الشكر إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني على الروح في الملعب والأداء برجولة وأنهم كانوا على قدر المسؤولية. الزمالك فاز على الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 97 واللي أقيمت على ملعب نادي الزمالك أول أمس بثلاثية مقابل لا شيء.